التغافل يطفئ شرا كثيرا، يحمل صاحبه على تعمد الغفلة والتغابي مع علمه بما هو متغافل عنه، جلبا لمصلحة راجحة أو درءا لمفسدة راجحة أيضا. قال الله عن نبيه حين أخطأت بعض أزواجه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهكذا هي الحياة مع الآخرين، ليست صفوا على الدوام. لذا فإن من اشتغل بتتبع الزلات والمحاسبة عليها وأهمل خلق التغافل في كثير منها فإنه سيجد نفسه يوما ما وحيدا يتقيه جل الناس، فضلا عن كونه ضيع وقته في إفساد قلبه. وقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: ومن اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن العافية يرعاكم الله لا تستجلب بمثل ذلكم، بل إنها تؤد بذلكم كله. قيل للإمام أحمد رحمه الله: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل.